طبعا شيء طبيعي ان احنا نشوف متجر في الانستغرام، حساب كذا في الانستغرام يبيع اشياء والناس تشتري منه، طبيعي. بس هل توقعت في يوم من الايام انك ممكن تشوف حساب في الانستغرام يتم فيه بيع جثث بشرية حقيقية والناس طبيعي تشتري الجثث هذه؟ لو صاحب الحساب طلع منها مبالغ كثيرة. معقولة؟ طيب ايش قصة الحساب هذا ومين صاحب الحساب وهل تم القبض عليه أو لا؟ ومن وين يجيب الجثث اللي قاعد يبيعها؟ وأسئلة كثيرة هنحكيها بكل تفاصيلها في قصة اليوم. السلام عليكم حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله الكل بخير. رمضان مبارك علينا وعليكم، والله يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال والتهنئات هذه اللي انتم عارفينها. أدري جت متأخرة، وإذا تذكروا أصلا قبل رمضان في مقطع من المقاطع قلت لكم عندي لكم مفاجأة في رمضان، وكان المفروض إني أتكلم عن المفاجأة في أول يوم رمضان، بس حصلت ظروف وتأخرت عليكم المفاجأة. بس اليوم جيت أبشركم وأقول لكم إيش المفاجأة. قررت إن خلال شهر رمضان كله بإذن الله أبنشر لكم يوم أيوة ويوم لا. هي إيش هتشتي أكثر من كذا؟ والله قاعد أضبطكم على الآخر. يعني بعد هذه الحلقة هيكون النشر يوم أيوة ويوم لا خلال شهر رمضان كامل بإذن الواحد الأحد. يعني اليوم قاعد تشوف هذه الحلقة، بكرة ما في قصة، بعده في قصة. فإذا ما جاك إشعار حتى خش القناة وهتلاقي قصة. يعني يوم أيوة ويوم لا. حلوين؟ حلوين. طيب أنا كذا عداني العيب وقمت بواجبي، باقي واجبكم أنتوا لايك. شوفوا كيف أنتوا مهمتكم سهلة، ضغط الزر بس. أما أنا مهمتي دور قصة، أكتب قصة، صور قصة، منتج قصة، وانت صايم وانت فاطر ما يفرق. ما لكم إلا تجيكم قصص مرتبة يوم أيوة ويوم لا، ومهمتكم أنتوا تدعموني. فيلا اللي ما داس لايك لحد الحين، ايش اللي منتظرين؟ ادوسوا لايك، اتعب عشان خاطر عيونكم وانتوا عشان يتعبوا بالزر هذا بس. واذا تبي تجمل اكثر خذ القصة هذه وارسلها لصديقك. على العموم ما طول عليكم، ادري زودتها كلام كثير، انا صايم انتوا صايمين، ما حد له خلق يتكلم. خش على القصة. بس قبل ما نبدأ كالعادة صلى على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ على بركة الله. في شهر نوفمبر سنة 2025 في حساب في الانستغرام بدأ ينتشر بقوة، والحساب هذا غريب جدا، من أول ما تدخله بتحس بغرابة. الحساب عبارة عن متجر، بس مو مثل أي متجر احنا متعودين عليه. المتجر هذا متخصص ببيع عظام وجثث لناس حقيقيين. يعني أنت كذا طنت في راسك أبي اليوم أشتري عظام إنسان، تخش على المتجر هذا حسابهم في الانستغرام تشوف أنواع وأشكال. تبي صغار، تبي رضع، تبي شباب، بنات، كله موجود. جثث على كيفك اختار، وكله بسعره. طبعا الصغير غالي استغفر الله العظيم. بجد في الحساب هذا في أنواع الجثث اللي تتصورها واللي ما تتصورها، كبار في السن، صغار، وكله بسعره ويبيع بشكل طبيعي. طبعا الناس كانت تعتقد أن الحساب هذا عبارة عن عظام وجثث، بس كانوا يعتقد أنها عبارة عن تماثيل تمت صناعتها باليد. ما كانوا يدروا أنها بالفعل عظام حقيقية وجثث حقيقية. أنت قاعد تشتري جماجم حقيقية. فكل شخص كان يشوف الحساب هذا يعتقد أنه شخص مبدع كذا، يعرف يضبط ويعمل تماثيل وعظام وكذا، والأمور طيبة ما حد شاكك فيه. والرجال مستمر ينزل صور ويكتب تفاصيلها، وكان أكثر كلمة يكتبها في منشوراته: إذا كنت تعرف فأنت تعرف، جماجم وعظام متوفرة، راسلني للاستفسار. كذا بكل بساطة، جماجم وعظام متوفرة، راسلني للاستفسار. وكلمة إذا كنت تعرف فأنت تعرف هذه تتحط في أغلب المنشورات. ما أدري إيش كان يقصد فيها، بس أعتقد أنه كان قصده بكلمة إذا كنت تعرف فأنت تعرف يقصد في الناس اللي فاهمة في الجثث. فإذا أنت عارف أن هذه جثث حقيقية فأنت الزبون اللي احنا نبيه. وبالفعل في منشورات مكتوب فيها تم البيع، يعني الرجال شغال وقاعد يبيع. استمر الحساب هذا بشكل طبيعي، ما حد شاكك فيه. زباينه فقط عارفين إنها عظام وجثث بشرية حقيقية، وزباينه مدري ناس مريضة. يعني أنت تروح تشتري لك جثة، المجرم نفسه إذا قتل ما يدري وين يودي الجثة.
ينبلش فيها. أنت ما قدرت ولا شيء تروح تشتري جثة تجيبها عندك، إيش تسوي فيها ما أدري. على العموم الحساب هذا استمر وقاعد يبيع لين في يوم من الأيام من شهر نوفمبر سنة 2025 في عائلة في ولاية بنسلفانيا واسمها عائلة هنتر بلغت الشرطة: ألو الحقونا، ضريح العائلة تم سرقته. المقبرة حق العائلة عائلة هنتر كلها المقبرة تم حفرها وسرقوا الجثث. الشرطة اندهشت، ما قد جهم بلاغ قبل كذا بهذا الشكل. يعني نعرف واحد يتصل فلوس انسرقت، بيتي انسرق، واحد يتصل مقبرة العائلة كلها انسرقت الحقونا. بالفعل الشرطة تحركوا وراحوا للمقبرة حق عائلة هنتر، شافوا الدنيا خربانة. الرجال حافر لك المقبرة كلها وطلع لك الجثث. صف العائلة ما عاد خلى لهم جثة عائلة هنتر. ومن ضمن الجثث هذه كان في جثة لبنت صغيرة اسمها مارثا هنتر، يعني بنت مراهقة، توفت في سنة 1896. يعني زمان قديم الجثة هذه، بس كانت لوحدة مراهقة صغيرة حتى هي أخذ جثتها. أقول لكم ما ساب لا صغير ولا كبير من عائلة هنتر، صف القبور حقهم. العائلة يعني محافظين على الضريح هذا حقهم من سنوات كثيرة. أشخاص ماتوا في سنة 1800 و1700 حاطينهم هنا. يعني العائلة كل واحد يموت يتحط في هذا المكان. يجي واحد في ليلة وأبو حاي يصفي لك العائلة كلها. خلاص العائلة الآن ما في مكان تزوره. يعني الآن إذا العائلة تروح تزور قبور، وين تروح تزور قبور الجيران؟ خلاص حقهم كمل، ما عاد فيه. الحين من أول وجديد موتوا من أول وجديد وبدوا بنوا. يعني خرب القبر تبع العائلة، والعائلة كانت متضايقة من الشيء هذا، نفسهم يعرفوا مين اللي عمل كذا. الشرطة بدأت تحقق وتشوف يمين يسار، بس ما في أي خيط أو دليل كذا بسيط ممكن يمسكوا فيه ويحاولوا يوصلوا اللي عمل كذا، بس مش عارفين مين بكامل قواه العقلية بيجي يسرق قبور. على العموم بعد كم أسبوع في يوم 6 من شهر 11 سنة 2025 يوصل للشرطة بلاغ ثاني في مقبرتين برضو انسرقوا. القبر الأول كان لوحدة اسمها ماري كابالينا باجا، أتمنى أكون نطقت اسمها صح، ماري كابالينا باجا. صفقوا لي يا متابعين، شوفوا كيف أحفظ لكم هذه الأسماء الصعبة وانتم رافضين تحطوا لايك. حطوا لايك بس قلة أدب. على العموم ماري كابالينا باجا هذه كان عمرها 83 سنة لما وتوفت في سنة 1981. يعني عجوزة كبيرة ماتت زمان. يسرق جثتها ليش ما أدري. على العموم هذه انسرقت. والجثة الثانية كانت لرجل أعمال اسمه ليو تيرين، عمره 53 سنة، برضو شايب، وتوفى بنفس السنة 1981. يعني جثة قديمة لشيوبة سرقهم. بس هذه المرة المجرم ترك وراه دليل صغير. رجال الشرطة شافوا جنب القبور في عبوات فاضية لمشروبات طاقة. يعني ما شاء الله السارق هذا كان يشرب مشروب طاقة كذا ويبدأ يحفر، مش منه من مشاريب الطاقة، عطته شوية طاقة وقوة كذا، خرج الجثث. لا بارك الله فيك. راح فين؟ يبيعهم في الانستغرام. على العموم بنرجع لموضوع الانستغرام. الحين خلونا في الشرطة وكيف قاعدة تدور على الشخص هذا. اوكي، شافوا العلب هذه تبع المشروبات الطاقة، اخذوا البصمات، شافوا فيها بصمات وكذا وحطوها في ملف كذا. الحمد لله عندنا الخيط الأول. إلا وما يعدي كم يوم ويوصل بلاغ ثالث. عائلة جوناثان بريتشارد تبلغ الشرطة: الحقونا، سرقوا قبور العائلة. نفس اللي صار لعائلة هنتر. العائلة هذه كمان قبرهم تمت سرقته بالكامل. واللي يقرأ أن في قبر العائلة هذه كان فيها رضع، يعني كان فيها عظام لرضع أطفال لسه أشهر. كله شيل عبي في الكيس، شيل ودي انستغرام بيع. طبعا عائلة جوناثان بريتشارد بلغوا في يوم 29 من شهر 11 سنة 2025. يعني لسه الشرطة في يوم 6 من شهر 11 قاعدين يشتغلوا في القبرين اللي انسرقوا. في يوم 29 من شهر 11 يوصلهم البلاغ: عائلة جوناثان بريتشارد قبرهم فاضي. وهذه المرة برضو الحرامي ترك دليل أكثر من عبوة لنفس مشروب الطاقة، وكمان علبة دخان. يعني هذا كان مروق لما كان يحفر في القبر. سيجارة موجود، مشروب طاقة موجود، حفر جثة موجود. ترك علبة الدخان وأكثر من عبوة المشروب الطاقة نفسه. الشرطة أخذته، قارنوا البصمات، نفس الشخص. المهم تخيلوا معي إنه ما خلصت سنة 2025 إلا وإجمالي السرقات تتعدى 61 جثة. تخيل معي من شهر نوفمبر
لين نهاية 25. كم شهر كذا على السريع خطف له أكثر من 61 جثة وكله ودي انستغرام، وما حد شاكك لحد الحين أن صاحب الحساب هذا هو اللي قاعدين يلاحقوا بعده. الكل يعتقد أن الحساب هذا بس قاعد يبيع تماثيل وكذا مثل ما قلت لكم. الشرطة جنت، كل شوية يوصلهم بلاغ، عائلة تبلغ، مقبرتنا راحت، مقبرتنا جاءت، والرجال شغال يشرب مشروب طاقة ويلا اسرق، اشرب واسرق، اشرب واسرق. لين في يوم من الأيام من بداية سنة 2026 الشرطة يوصلهم بلاغ من شخص مجهول يقول لهم حققوا مع الشخص اللي اسمه جوناثان جيرلوك. طبعا هذا اللي شايفينه قدامكم هو جوناثان، والشخص اللي بلغ عليه هو واحد من صديق العائلة، صديق عائلة جوناثان. ويقول في البلاغ انه حصل جثة متعلقة في قبو بيت جوناثان. ما ادري هم عزموه بالغلط، شاف الجثة متعلقة في القبو، فعلى طول بلغ الشرطة. قال الوضع ما حسيت براحة وحاسس ان اللي كان متعلق في القبو عندهم جثة حقيقية، والله اعلم، بس انتوا حققوا معه ولا تفصحوا عن اسمي ولا شيء لاني انا صديق العائلة. وبالفعل الشرطة قالت اهو ما دام في شخص بلغ فاكيد جوناثان هو سارق الجثث، بس أكيد ما راح نطب عليه على طول كذا، حبة حبة نبي نتأكد وبعد كذا يتم القبض عليه. وأول شيء عملته الشرطة بدأوا يتحروا عن جوناثان هذا ويشوفوا السجل الإجرامي كامل هل عليه جرائم أو لا. واكتشفوا إنه لسه في السنة اللي فاتت سنة 2025 تم اتهامه بسرقة محل يبيع فيها أدوات بناء. هذه التهمة الوحيدة اللي عليه، يعني الرجال سجله نظيف، عنده هذه السرقة البسيطة من هذا المتجر اللي يبيع أدوات بناء. هنا الشرطة قالوا أيوة أكيد سرق المحل هذا عشان إيش يأخذ الأدوات هذه ويحفر فيها. يعني نادل أنت كذا كذا معك متجر وهتبيع جثث وهتلاقي منها فلوس، ما قدر تدبر فلوس الأدوات هذه اللي هتسرق فيها، حتى الأدوات سرقتها. قالوا أوكي أول نقطة فيه نزيد نتحرى عنه نشوف إيش السيارة اللي عنده، وعرفوا إنه عنده تويوتا RAV4 وأخذوا رقم اللوحة سيارته وعملوا تتبع باستخدام قارئ اللوحات يشوفوا اللوحة هذه الأماكن اللي تم تصويرها والتقاطها كله إيش كانت تحركات السيارة هذه. وتم اكتشاف إن السيارة هذه عدت في نفس الأماكن اللي كان فيها المقابر اللي تم سرقتها. كذا خلاص الرجال هذا شغال بالرافور مشروب الطاقة ومن مقبرة لمقبرة صف مقابر الناس. المهم في يوم 6 في شهر 1 كان في دورية جديدة في مقبرة ماونت ماريا، والدورية هذه وهي حوالين المقبرة لمحوا شافوا سيارة جيرلوك الرافور نفسها موجودة في المقبرة. قالوا حبيبي أنت، ولما قربوا للسيارة ما كان موجود هو، السيارة بس مركونة وطافية وهو ما أدري وين راح. ما أدري راح يقضي حاجته وأنتو في كرامة أو راح يشتري مشروب طاقة وخلص عليه أثناء الشغل، ما حد عارف. على العموم السيارة فاضية بس كان في المقعد الخلفي مجموعة عظام وجثث، يعني الرجال حمل بس ما أدري وين راح وهيرجع. الشرطة انسحبت تركوا السيارة مكانها لحد ما هو أجي أخذ السيارة وبدأ يسوق، طبوا عليه تم القبض عليه هو بالسيارة وعنده الجثث محملهم. خلاص حبيبي ايش باقي انت شايل جثث فين تودي؟ انستغرام بيع انت. لا بارك الله فيك، يعني ما انعدموا المشاريع، ما عرفت تبيع شيء في الانستغرام، عظام قبور بني ادمين ميتين. على العموم تم القبض عليه، وفي البدايه ما رضى يعترف انه يبيعهم، قال لا انا اسرقهم واخليهم، انا احب اخلي عندي جثث كذا بس، احب انا احتفظ بالجثث، هوايتي جمع الجثث. لا بارك الله فيك، هوايتك جمع الجثث. على العموم رفض يعترف الا بعد فتره شويتين اعترف، قال ايه بعت بعضهم بس اللي موجودين كلهم هذول انا احب احتفظ فيهم، ما كنت ناوي أبيع. اللي بعتهم أظن شوية بس. طيب بعتهم لمين؟ ما أدري، يقول لك أشخاص ما أعرفهم ولا يعرفوني، تم البيع وخلاص تصافينا. ومن ضمن التحقيقات والأسئلة اتضح إن في جثة لطفل صغير باعها مقابل $2000، أو بالأصح جمجمة، يعني ما كانت جثة كاملة، جمجمة راس كذا لطفل صغير باعه مقابل $2000. تخيلوا الباقي اللي باعوا هذا كم طلع. لا بارك الله فيك، كيف ينام في البيت وعنده جثث؟ المهم بعد ما تم القبض عليه تم تفتيش بيته، وشوفوا معي جزء بسيط فيديو كذا مسجل لزاوية بسيطة كذا من البيت. Ugh, what a fucking creep. Yeah, old. It's like my grandmother's dentures. It is. It's fucking gross. Look at the one hanging. Ugh. Oh my gosh.
At least there's a couple. Look at these ones. All the ones behind you. God damn. Oh, that one's still alive. That's a lost all five. Well, you know what I'm saying. Hold on, I want to get the hand. Watch out. Wow, look at this. Oh, sorry. Oh my God. What the fuck? Is that a pacemaker? مثل ما شفتوا جثث حاطهم في زجاج، واللي معلقهم واللي موقفهم بستاند ومضبط الدنيا. الرجال فاتح سوبر ماركت جثث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على العموم القضية لسه جديدة، أنا أكلمكم أنه تم القبض عليه في شهر 1 في سنة 2026، يعني لسه القصة فريش، وليومنا هذا لسه ما تم الحكم عليه. فشوفوا كيف أنا أجيب لكم قصص فريش كذا جديدة. أمانة عليك ما أستاهل متابعة ولايك كذا حلو. فاللي ما داس لايك لحد الحين دوس لايك، ربي يحفظكم. مثل ما قلت لكم يوم لا، يعني بعد بكرة في قصة أوسخ من دي هتسمعها عيونك هتطلع برا، فلا تفوتكم. الناس الجديدة اشتركوا في القناة، قصصنا خرافية جدا وجديدة وحصرية. أتحدى إذا في قناة في اليوتيوب ممكن أجيب لكم قصص مثل اللي أنا أجيبها لكم. شوف ما شاء الله تبارك الله يا أخي أنا خطير. على العموم تتوقعوا إيش بيتم الحكم على هذا؟ يعني الحين ما نقدر نقول قاتل، الجثث هذه هو ما قتلها، فما تقدر تحكم عليه بتهمة قاتل، ولا نقدر نحكم عليه بتهمة سرقة عادية لأن هذا سارق أموات. فما أدري والله، هذا شكل الموضوع مطول والحكم بيصدر بعد فترة الله أعلم. بس أبيكم الحين تأخذوا دور القاضي، تكتبوا لي تحت في الكومنتات إذا كان بيدك الحكم إيش بتحكم عليه، ونشوف مين فيكم هيجيب الحكم اللي يستحقه والموزون. يلا انزلوا عيشوا في الكومنتات عشان أنا أحب أقرأ كومنتاتكم، بالذات لما تصيروا محققين أو تصيروا قضاة. فاليوم أنتوا القضاة، أعطونا الأحكام تحت في الكومنتات. كان معكم أخوكم نخلان، أحبكم في الله، أشوفكم في أمان الله.